تفاصيل مهمة عن مباراة الأهلي والبنك الأهلي. أهلا بكم في فيديو جديد، معاكم أحمد بتاع كورة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اللايك والاشتراك. في الفيديو بتاع النهاردة هتكلم معاكم عن تفاصيل مباراة الأهلي والبنك الأهلي اللي انتهت بفوز الأهلي 2-1. بس قبل ما نبدأ حضر لي كوباية القهوة بتاعتك ويلا بينا نخش على التفاصيل. طبعا كلنا هنكون متفقين على نقطة معينة، ان فوز الأهلي النهاردة مهم، لكن على الرغم من كده السلبيات اللي انا اتكلمتكم عنها الماتش اللي فات لسه موجودة، اللي هي ايه؟ اعتماده على اللعب الدفاعي، وكمان انه يلعب على الهجمات المرتدة. والنهاردة كان في حاجة واضحة في المباراة اكيد كلنا لاحظناها، ان عماد قايل للعيبة اللي يعرف يشوط يشوط، فهتلاحظوا ان كل لعيب بيجيله كورة بيشوطها على طول. انا بس كان نفسي اشوف جملة واضحة في الملعب، ولاننا احنا بندافع فادينا فرصة للاعيبة البنك الاهلي ان هي تهاجم علينا وتعمل كرات خطيرة جدا. يعني لاعب زي ياو النور اللي كان واخد مساحات كبيرة من ورا المدافعين وكان بيعمل خطورة كبيرة جدا على المرمى، وسيد نيمار اللاعب المعار من الزمالك ده لاعب محسسني انه واخد شخصية نيمار الحقيقي، وده باين جدا في اللعب بتاعه والمهارات اللي كانت واضحة جدا في المباراة النهاردة. كان عمال يعدي من اللعيبة وما كانش فيه اي لاعب عارف يوقفه، فبصراحة هو عمل مباراة كبيرة جدا قدام الاهلي. وكمان برضو من النقط الايجابية في المباراة بالنسبة للنادي الاهلي مستوى امام عاشور في المباراة، وانه قدر برضو ياخد راجل المباراة في النهاية. فهو بصراحة عمل مباراة كبيرة جدا النهاردة وسجل اول هدف للاهلي، وده بصراحة هدف عالمي جدا 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 في الدقيقة 22. وبعد الهدف الاول بتاع امام الاهلي برضو متراجع بشكل ملحوظ جدا، وده خلى فيه هجمات من ناحية البنك الاهلي لحد ما قدر البنك الاهلي يجيب هدف عن طريق ياو النور في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول. هدف برضو كان من لعبة سيد نيمار، وزي ما قلت لكم برضو قعد يعدي من اللعيبة ومفيش اي حد قدر يوقفه، وفي النهاية بصاها لياو النور اللي بصراحة خد في ظهره ياسر ابراهيم وشاطها بشماله. الشناوي ما قدرش يعمل لها اي حاجة، وبيخلص الشوط الاول ويبدأ الشوط الثاني، وبدأ الاهلي يحس ان الماتش بيروح منه، فبدأ يعمل هجمات مرتدة على البنك الاهلي واللعيبة بتشوط من بعيد، لغاية ما في الدقيقة الاخيرة في الشوط الثاني باصة من ياسر ابراهيم براسه بيسندها لوسام ابو علي اللي يجيب الهدف الاخير، ويجيب هدف من اهم الاهداف في الموسم، هدف بيخليك زي ما انت في المركز الاول. وده هيخلي المباراة الاخيرة في الدوري هي المباراة اللي هيتحسم فيها مين هو بطل الدوري. فانت هتبقى محتاج من المباراة اللي هتتلعب قصاد فاركو حاجة من الاتنين، يا اما فوز يا اما تعادل. فياريت يا كابتن عماد يا نحاس نلعب مباراة ونختم بيها الدوري، ما تشيلناش يعني زي المباراة دي وتخلينا مشدودين لاخر المباراة. بس في نهاية